الدكتور يحيى البرمبلي، أستاذ مساعد واستشاري جراحة العظام والعمود الفقري، استشاري جراحات اعوجاج العمود الفقري، زمالة جراحة عظام الأطفال وتشوهات العمود الفقري كندا، زمالة جراحة العمود الفقري المتقدمة إنجلترا. هذه ميجر اوبريشن، يعني عمليه عظمى دايما بتتوصف انها عمليه من العمليات بتقعد ساعات، ويعني عمليه تحتاج الى فريق متخصص متناغم من تمريض، من تخدير، من ناس اللي هم بتوع الالات والالكتروفيسيولوجي، بتوع الكهرباء العصبيه. كل الفريق ده بيشتغل بدراسه مخاوف، بدراسه مخاطر معينه قد تكون من الاول عاملين حسابها. يعني انتوا بتقعدوا تعملوا خطه كده ولا ايه؟ احنا بنعمل ميتنج طبعا قبل العمليه، بنشوف الحالات اللي هنعملها النهارده، او يعني لو حاله معقده يبقى هي حاله واحده. ويعني الموضوع ده بيبقاش كمان قبل العمليه على طول، بيبقى قبلها بفتره. يعني احنا بيبقى عندنا ساعات اونلاين ميتنج وساعات فيزيكال ميتنج. احنا هنعمل ايه؟ العيان ده عنده مشاكل اخرى، هل وظائف التنفس بتاعته تسمح؟ هل القلب بتاعه كويس؟ وطبعا احنا الفريق زي ما حضرتك قلت هو فريق متخصص في جراحه العمود، تشوهات العمود الفقري، التخدير متخصص في المجال ده. الناس المساعدين بتوعي هم مش مساعدين، هم دلوقتي جراحين يقدروا يعملوا العمليه، لكن مجرد ان المساعد بتاعك يبقى جراح كفء ده بيخلي العمليه بتبقى يعني اسلس بكتير ونسبه النجاح فيها اعلى بكتير. التمريض بتاعنا بقى له سنين بيساعدنا، ثابت متعلم التكنيكاليتي بتاعت العمليه دي، بحيث ان انت ما فيش وقت يضيع او حاجه تحصل لان حاجه محدش فاهم ايه اللي مطلوب. كل الناس فاهمه الخطوات بالترتيب. كل واحد حضرتك شفت بتوع الفورمولا 1 لما بيغيروا كاوتش العربيه بيتغيروا في 3 ثواني. ليه بيغيروا في 3 ثواني؟ عشان كل واحد عارف هو بيعمل ايه وبيعملوا كتير. براكتس ليدز تو بيرفكشن. اللي بيعمل حاجه كتير متعلمها كويس وربنا بيكرمه وبيعمل نتيجه كويسه. فيعني اي حاجه لايف ثريتنينج كونديشن او اي حاجه ليها علاقه بالحياه لازم تتعمل بطريقه احترافيه عاليه جدا. ما هو التانيين دول لو غلطوا في مسمار هيموتوا بني ادمين، يعني صحيح. مش واحد بس اللي هيموت، ده ممكن مجموعه. هنا برضه نفس الكلام. هنا الحقيقه اللي عاجبني قوي يعني كذا صوره بكذا شكل بكذا قصه يعني في صور حلوه قوي، في قصص مثيره. انت ليه اختصرت الصور دي كده؟ انا عايز امسك واحده واحده. يعني هو يعني طبعا عشان ما يعني الوقت الحلقه، وكمان هي النقطه الرئيسيه فيهم كلهم اللي انا يهمني اوصل لها هي البسمه. مدرسه سماهر سعاده هاجر بعد رجوعها المدرسه رجعت المدرسه. هنا ده قصه بقى. ده في حاجات كمان جراحيه تانية مهمه قوي. لكن لو رجعنا مثلا لميخائيل، لو رجعنا للناس اللي هي اللي في الاول لا موال. دي حاله كانت يعني معقده قوي. يعني لو حضرتك شفت الحجم البنت نفسها لا يقارن، يعني لا يقارن بنت عندها 5 سنين ويعني ظهرها كان في اعوجاج عامل كده اهو زي ما حضرتك شايف اهو. هنا مثلا ايه دي بقى؟ دي بنت عندها 17 سنه، عندها ادولسنت ايتيوباتيك سكوليوزس. دي الصوره قبل العمليه ودي الصوره بعد العمليه باسبوعين، وشايف حضرتك الفرق في الظهر. يعني الحمد لله حاجه مستقيم رائعه يعني. بصراحه عمليه صعبه جدا، لانه كمان دي يعني الرئه كانت رايحه في مشكله كبيره جدا جدا. الرئه والقلب نفسه كمان ممكن يتاثر. هو حضرتك الرئه بتتاثر الاول، ولو احنا ما لحقناهاش بيحصل حاجه اسمها كوربالمونير اللي هو يعني سكندري رايت سايد هايبرتنشن، لان الرئه مقفوله، الدم القلب عمال يضغط عليها، لا في ضغط مش عارف يزق، فيبتدي يزقه اكتر، فيبتدي بقى يكبر لغايه ما يحصل له فيلير. لكن دي مرحله متاخره قوي، اتمنى ما حدش يوصل لها، لكن للاسف انا لسه بشوفها.